السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي مكملين زي ما اتفقنا. احنا النهارده هناخد آخر درس عندنا في النحو إن شاء الله، درس كامل استفهامية وكامل خبرية وإعراب تمييزها. تمام كده يا شباب؟ طول عمرنا يا شباب احنا عارفين إن كم بتيجي بنستخدمها في السؤال. بنستخدمها في الإيه؟ في السؤال. كنت بقول لك كم عمرك؟ كنت بتقول لي 14 15 سنة. هتقول عمري 15 سنة أو 15 عاما. تمام كده؟ عشان احنا خدنا تمييز العدد بقى، نتكلم بإيه؟ باللغة العربية. خلاص كده؟ يبقى تقول 15 سنة أو 15 عاما. طيب النهارده بقى هتعرف إن كام دي نوعين مش نوع واحد، مش بس استفهامية. وهتعرف إن الكلمة اللي بعد كام دي بتعرب تمييز. طيب ازاي احدد نوعها وازاي اعرف تمييزها؟ الموضوع سهل وبسيط وفي دقيقتين مش اكتر. يلا كده معايا. قال لي تمييز كم. انا عندي كم نوع كم؟ قال لي عندي كم خبريه، ركز بقى معايا كده، وكم ايه؟ استفهاميه. بص يا باشا، يعني ايه كم خبريه وايه كم الاستفهاميه؟ قال لي كم الخبريه بتخبر، لا البتاع ده بطيء قوي، ثواني. خلينا ناخد الايه، ماشي. قال لي كم الخبريه تخبر عن عدد. تخبر عن ايه؟ عن عدد، ولا تحتاج لجواب. تخبر عن كثرة العدد، عن كثرة الايه؟ العدد. تخبر عن كثرة العدد ولا تحتاج لجواب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا زي ما اجي اقول لك كم ابطال في مصر ضحوا. اما اقول لك كم ابطال في مصر ضحوا، هو انا هنا عايز منك تقول لي عدد الابطال اللي ضحوا في سبيل مصر؟ انت هتعرف تحصيهم اصلا؟ لا مش هتعرف. انا هنا عايز اقول لك ان عندنا ابطال في مصر كتير جدا ضحوا بايه؟ بارواحهم. يبقى هنا بخبرك عن كثرة العدد. هل انا مستني منك اجابة؟ لا. يبقى دي اسمها كامل ايه؟ الخبرية. طب ايه كامل الاستفهامية بقى؟ قال لي كامل الاستفهامية بتسأل عن عدد. خلاص كده؟ يبقى هو في سؤال عن عدد وتحتاج الى جواب. انا بنتظر منك اجابة. زي ما اقول لك ايه؟ انا انسان مادي شوية، فاقول لك كم جنيها معك. باشا معاه كام جنيه بقى في جيبه كده؟ يقلب نفسه، كل واحد فينا كده يقلب نفسه. نشوفكم بقى ان شاء الله في الحصة وكل واحد يدفع 5 جنيه زيادة. كم جنيها ايه؟ معك. تقول لي انا معايا 10، انا معايا 15، معايا 30، انا معيش فلوس خالص. فقير تضم جنبي على طول. يبقى هنا انا سألت ومحتاج منك ايه؟ اجابة. يبقى دي اسمها كامل استفهامية. يبقى معنى كامل خبرية ايه؟ وتعريفها ايه؟ قال لي تخبر عن كثرة العدد ولا تحتاج لجواب. انما كامل الاستفهامية بتسأل عن عدد وتحتاج لجواب. طيب الكلمة اللي بعد كم بتعرب تمييز. طب انا في الامتحان هيطلب مني ايه؟ هيقول لك نوع كم دي، استفهاميه ولا خبريه؟ طب انا هعرفها منين؟ ما في كلمات بتلخبط. الموضوع سهل قوي وبسيط قوي 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 قوي. بص يا باشا، اول حاجه هتتابعها معايا حرف الجر. حرف الايه؟ الجر. يعني ايه حرف الجر؟ مش احنا حافظين حروف الجر؟ من، في، عن، على، الى، كاف ولام وايه وباء. دور على واحد من حروف الجر دول في الجمله. طب يجي فين في الجمله؟ بص يا سيدي، قال لي لو جه قبل هنا بعد كم، بعد ايه؟ كم. تبقى على طول كده من غير ما تفكر دي خبريه. طب لو جه قبل كم تبقى استفهاميه. يبقى انا اديتك الجمله، عينك في الجمله على كم، قبلها حرف جر استفهاميه، بعدها حرف الجر خبريه. خلاص كده؟
والموضوع خلص. طب ازاي؟ تعال كده اديك مثال. اقول لك ايه؟ كم من معلمين في المدرسة؟ فين كم يا باشا؟ كم اهي يا مستر. في قبلها هنا حرف جر؟ لا. طب في بعدها؟ اهو. يبقى دي كم خبرية على طول، ما تفكرش. طيب لو جيت قلت لك بكم جنيه اشتريت الكتاب؟ بكم جنيه اشتريت الايه؟ الكتاب. اقوم حاططها لك كده. هتقول لي ثواني بقى، فين كم؟ كم اهي. جه قبلها حاجه؟ تقول لي ما في حرف بقى اهو قبليها. يبقى دي كم ايه؟ استفهاميه. كم ايه؟ استفهاميه. حلو كده؟ حلو كده والدنيا جميله. طب انا في الامتحان مش هجيبها لك كده. انا هجيبها لي ازاي؟ مش هجيب لك حرف جر اصلا. انا بقى انسان مريض نفسيا معلش، ومش هجيب لك حرف جر. مفيش حرف جر. اعمل انا بقى في المصيبه السوداء دي؟ يعني اما اقول لك كم بطل في مصر؟ كم بطلا في مصر؟ بص يا باشا، مفيش حرف جر. ادي كم اهي، وادي كم اهي. في حرف جر هنا؟ لا. 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 طب اعمل ايه؟ قال لي هنبص على اهي بعد كم يجي حاجه من الاثنين، مفرد مجرور او جمع مجرور. طب هنا قال لي بعد كم حاجه واحده بس، مفرد منصوب. يبقى عشان تبقى كم استفهاميه ومفيش حرف جر وتحددها لازم يكون بعدها مفرد منصوب. طب لو جاي مفرد ومفيهوش نصب، لا يبقى مفرد مجرور، تبقى خبريه. خلاص كده؟ طيب علامه الترقيم، علامه الترقيم نحط ايه بعد كام الخبريه وكام الاستفهاميه؟ قال لي علامه الترقيم بتاع كام الخبريه هي علامه التعجب. طب علامه الترقيم بتاع كام الاستفهاميه؟ علامه الاستفهام. خلاص كده يا باشا؟ يبقى تاني انا هعمل ايه لما اشوف كام؟ بص قبلها حرف جر استفهاميه، بعدها حرف جر خبريه. طب ما فيش ولا قبلها ولا بعدها. الكلمه اللي بعد كام لو مفرد منصوب استفهاميه، اي حاجه تانية خبريه. طيب اعراب تمييز كم. احنا اتفقنا اعراب ما بعد كم. اعراب ما بعد ايه؟ كم. قال لي بص يا سيدي، لو الكم خبريه هيعرب تمييز مجرور. طب بعد كام الخبريه؟ قال لي بص يا سيدي، لو في حرف جر قبل كم، خلاص كده، اللي بعد كم تمييز مجرور. تمييز مجرور. طيب مفيش حرف جر قبل كم، يعني معنى كده اللي بعدها مفرد منصوب. مش ده اللي انا بعرف بيه؟ قال لي في الحالة دي هتتعرب ايه؟ تمييز منصوب. تمييز منصوب بالفتح. خلاص كده؟ يبقى هنا تمييزها مفرد او جمع مجرور، انما تمييزها هنا مفرد منصوب. خلاص كده؟ طيب ازاي اقدر انا احول ما بين كم الاستفهاميه وكم الخبريه؟ ده سؤال بيجي في الامتحان. اقول لك ايه؟ كم من علماء في مصر، واقول لك حدد نوع كم واعرب تمييزها. ماشي، كل ده شغال. بص بقى، وحولها للنوع الاخر.
3 أسئلة في سؤال واحد. نينجا، انت نينجا تقريبا، مش لاقيين غيرك يذاكر تقريبا. قال لي حدد نوع كم. احنا اتفقنا اول حاجه دور على حرف جر. في هنا حرف جر؟ لا. طب في هنا حرف جر؟ يبقى هقول له نوع كم خبريه. شكرا. نوع كم ايه؟ خبريه. اعرف تمييزها. تمييزها اللي هو كلمه ايه؟ علماء. تقول له علماء. تمييز، احنا قلنا تمييز كم الخبريه على طول ايه؟ مجرور. ده جمع تكسير، هيتجر بالايه؟ بالكسره. حلو. قال لي حولها للنوع الثاني. احولها للنوع الثاني ازاي يا شباب؟ يجيب حرف الجر قبلها واخلي اللي بعدها مفرد، يا اما رايح دماغي. هنعمل ايه؟ الطريقه اهي. اول حاجه احذف حرف الجر. تمام، حذفت. قال له 2 اجعل التمييز مفرد منصوب. اجعل التمييز مفرد منصوب. 3 ضع آخر الجملة علامة الاستفهام يا باشا. طب ما تيجي نجرب. احنا قلنا كم من علماء، هحذف من، بقت كم علماء مفردها عالم، بس أنا عايزها إيه؟ منصوبة. كم عالما في مصر. خلصت، برافو عليك. حط علامة الإيه؟ الترقيم. كده أنت حولت من كم الخبرية لكم استفهامية. طب لو مديني كم استفهامية وقال لي حول كم خبرية، حط بعد كم حرف جر. بعد كم حط ايه؟ حرف جر. اهو من خبرية او من استفهامية الخبرية اعمل ايه؟ من استفهامية الى خبرية هعمل ايه؟ بص يا باشا، ضع حرف جر بعد كم. 2 ضع او اجعل التمييز جمع مجرور. 3 ضع في آخر الجملة علامة التعجب. كده انت حولتها من استفهامية لخبرية، وفوق بحولها من خبرية لاستفهامية. تمام كده؟ وبكده مفيش أي سؤال تاني هيقف معاك. خلاص، أشوفكم على خير ونحل كتاب الامتحان إن شاء الله مع بعض على درس كامل الاستفهامية وكامل الخبرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.